النيل وجماله وعودة للذكريات. زمان كانت حياتنا مرتبطة بالبحر. البحر ده اهو شوية عيال نازلين هناك هم. المنطقة ديت كنا على طول قاعدين مقيمين فيها، عاملين فيها إقامة. كانت هنا مصلية غازي، تقال مصلية غازي المنطقة اللي الولاد بيستحموا، هم اللي بيستحموا فيها دي. مصلية غازي ديت كنا قاعدين بنصيف فيه. ايه اللي دخلك من منطقة الريم دي؟ ما كنت تروح من المنطقة التانية. احنا كنا مستنيين البحار موندي هو اللي هيقدف لنا المعلم احمد عبد الفتاح النادي، لكنه سابنا، يعني مش عارفين بقى. فاحنا عاملين مغامرة كده، اتمنى انها تعجبكم واتمنى انها تكون نهايتها خير ان شاء الله. دخلنا خدنا المركب من غير البحار بتاعنا كابتن احمد عبد الفتاح النادي. لكن لسه برضو المنطقة ديت وان كانت اتغيرت، يعني معالم البناء هنا والمباني دي كده والحتة دي كده اللي حصل فيها التطورات اللي حصلت ديت، الا ان برضو الشط اهو. شايف الحتة التوتة اللي عند غزة دي، العيال بتصطاد هناك برضو. المنطقة دي كانت ذكرياتنا والصيفية بتاعتنا فيه. وابو قردان، ابو قردان ده ولا طيور النورس؟ ابو قردان، ابو قردان برضو شغال في البحر، في البحر شغال، في الارض شغال. كل مكان ليه شغال. هناك الدرس باينه من هنا هي. ما شاء الله. عايز البلد شكلها رائع من هنا ما شاء الله. مسجد عباد الرحمن، والبلد من الناحيه دي برضو. خليك برضو ما تخشش على ما تخشش على الريم. والجميزة العجوز بتاعت غازي والتوتة اللي تحت هنا هي برضه كنا بنصطاد فيها. إلى حد كبير كان في بس ايه يعني مجال كده كنا نمشي جنب النيل. إلى حد كبير بقى تقفل الحتة دي، لكن والله بنسبة كبيرة من المراكب احنا سارقين مركب سارقين مركب وبنلف بينا والحاج منير بقول لي استنى ما اجيب لك مفتاح المركب. انا قلت هجيب مفتاح العربيه دي. احنا واخدين رخصه من صاحبه. ومن زمان ما نزلناش النيل، ودي اول مره الحاج منير بيقدف المغامره. هواة الصيد بقى المنطقه دي بالنسبه لهم ايه. ما شاء الله كده رفعنا في السماء. انا عايز بقى اجيب له صناره واصطاد. اخر مره اصطادنا هنا انا والحاج معاذ الله يرحمه والمهدي ده حسين. ده ابو قردان ده رخر ولا ايه؟ ابو قردان. وماله زعلان كده؟ زعلان حزين. انا بيتهيألي ده طائر غير ابو قردان يا حاج منين؟ لا ده طائر غيره. ده طائر غيره مش ابو قردان. ده منقاره اتخن شويه من ابو قردان. لا ده طائر غير. مواصفات تانية. الحياه البريه في مصر، ناشونال جيوغرافيك. هنا طيور سمرا كده زي البط السوداني. مش عارف اسمها ايه كده. خلاص نصطاد بط بدل ما نصطاد سمك، طالما هنا اللي كنا بنقول عليها الخضر. لا الخضر ده صغير يا عم، الحاجه زي البتاع اللي احنا بنجيبه اللي بنشتريه زي السمان كده. خلاص انا هشتغل ان شاء الله، اجيب بقى بندقيه واصطاد سمان واصطاد بط. لا اتمنى ان احنا نكون نقلنا لكم تجربه يعني كويسه. الفيديو قرب يوصل 5 دقايق اهو. احنا في طريقنا كده واخدين الاتجاه كاننا رايحين على ناحيه الديرس اهوت. ملاحظ ان في مراكب كتير، يعني في ناس غاويه
غاوية وبتاع. هنقفل الفيديو بقى، وان شاء الله واحنا راجعين هنعمل لكم فيديو تاني.